بنتي هتقابل ربها وهي نضيفه قشطه، لكن هم خدوها من ورايا وقتلوها. انا هاخد عمرهم الاتنين قدام العالم كله، قدام الدنيا كلها، قدام مصر عشان ما يحصلش فيها حاجه تاني زي كده، وقدام العالم كله هاخد روحهم الاتنين اجباري عافيه، زي ما هم خدوا روح بنتي وهي بتموت في ايديهم. ربنا ما كتب لهاش كده، لا، ده هم اللي ساحوا بدمها وبروحها اجباري وعافيه وبلطجه. الاتنين مش واحد، الاتنين. قبل كده في تصريح قلت ان انت يوم اعدامهم هتجيبي صورهم وتنزلي بيها في مناطقهم او حاجه. ان شاء الله. ان شاء الله. واحده في المهندسين، عارفه بيتها برضو، عارفه بيت ايمن حجاج، من اول دور لاخر دور على كل شقه هحط صور ايمن حجاج، وفي المهندسين على الصفين، وبالاخص نادي الزمالك. انا عارفه كل حياتهم. حسين الغرابلي حتى بلده هنعلق صوره هناك كمان في بلده. عشان يتف عليه. كنت متوقعه الحكم ده؟ بص هقولك، من قتل يقتل. مش ربنا اللي قال كده؟ ولا ماجدة الحشاش اللي قالت كده؟ ربنا. ده ربنا. بس خلاص، ده ربنا اللي قال من قتل يقتل. وهما الاتنين قتلوها، وهما الاتنين عليهم بصماتهم، وهما الاتنين هما بيكلبشوها، وهما الاتنين هما بيخبطوها، وهما الاتنين هما بيخنقوها، وهما الاتنين هما بيجنزروها، وهما الاتنين هما شايلينها حاطينها في الفحرة. انما اللي دلق عليها مية النار حسين الغرابلي. يا اهل منطقته بخاطبكم، حسين الغرابلي اللي حط على بنتي مية النار، البلطجي الصايع النصاب الحرامي اللي كل الصفة الوحشة فيه. أتمنى إن جيرانهم زاد نفسهم يقولوا لأسرته ولعياله، ليه أبوكوا عمل في شيماء جمال كده؟ ليه؟ ما تعرفوش ولا كان ليها كلام معاه ولا تعرفوا خالص. أبوكوا مستأجر يا ولاد المستأجر. أبوكوا بلطجي يا ولاد البلطجي، اللي سحب دم بنتي، اللي قتل بنتي، اللي كتف بنتي، اللي جنزر بنتي. شاي مين انت يا موشاي اللي بتتكلمي عليه؟ هو بيقول لك انت الكلام ده، هو هيقول لك يعني انا قتلت؟ طب اهو مثل الجريمه، كل واحد لوحده احترف. بقى كلامك انت يا موشاي ولا احترافاته وتمثيل الجثه وتمثيل القضيه ولحمه جلد ايده اللي جاي في ضوافر بنتي وهي بتخربشه علشان يسيبها؟ ما هي بنتي برضو ما سلمتش، لا، كانت بتهبش يوم الاثنين. جوزك لما خد ايد بنتي ورا كده كانت بتهبش في ايده، فالجلد بتاع ايده في ضوافر بنتي. هتروحي انت فين من المجتمع حتى لو انت متنقبه تحطي 30 نقاب؟ معروفه ان دي مرات حسين الغرابلي واولاده وعيلته والمحامي قريبه. هو المحامي قريبه ده هيشتغل ازاي؟ هو طالع بيقول يا مرة
يعني انا لو موكله عندك واتخانقت معاك او اختلفت معاك هتقول لي يا مرة؟ على فكره انت اذيت نفسك، والله انت اذيت نفسك. هقول لك، انت عارف مراتك دي لو اخت حسين المفروض تطلق منك. ليه؟ عشان انت مستعر تجيب اسم حسين، انما بتتفاخر وفخامه وبتتباهى ان انت كنت تعرف المستشار ايمن حجاج، سبيل ان جه وقف وبتقول لك كل صوتك، جه وقف في العزا بتاع والدك، بتفتخر على ايه؟ قول لي كده على ايه؟ ده الاتنين قتله، ده الاتنين سفاحين، ده الاتنين قتل مراته وفي بعد كده بدون وجه حق، ما عملتلوش حاجه. واحده عاشت معاه في قانون جديد 7 سنين، استغلته، صورته. انا لو ما وقفت قصادك على كلمه صورته، فين الدليل يا محامي اللي بتقول انا محامي؟ انا شاطر قوي في السب والقذف، بحسبك هتقول لي انا شاطر قوي في الجنايات، بحسبك هتقول لي انا شاطر قوي في الشركات، بحسبك هتقول لي انا شاطر قوي دولي، انما في السب والقذف يا كده كده، والله كده. انت جاي معايا جاي، انا عملت بلاغ من 3 ايام فيك، انا كده كده عملت، وعملت لاحمد رجب تاني، وعملت الجمال وعملت الاكرامي وعملت العلياء تاني، مش واحد بس، تاني، وتبع دايرتها في عين شمس تاني. ما انا قلت مش انا الست اللي بتخاف، لا، انا مباحث اكتوبر قالت لي هتقدري تصمدي وتكملي ولا هتخافي وترجعي. عايزه اقول لمباحث اكتوبر ايه رايكم فيا؟ واقفه وكملت ودخلت عش الدبابير، ولا خفت ورجعت وكشيت؟ لا، مش ماجدة الحشاش، لا، ولو اكتر من كده، ولو قلتوا اكتر من كده بالتالي مفيش احقر من اللي انتوا قلتوه. انا برضو كل من غلط في حقي بكلمه ولا جاب سيره بنتي بكلمه هرحمه ولا هسيبه تاني. مش ماجدة الحشاش، لا بتخاف ولا بتتكسف علشان هتخاف